صادوا المرمى الثلاثي خط الدفاع من اليسار الى اليمين. رائع. عريبي يعود لاخذ الكره، لكن من مصادو حيدره. العوده من مصادو حيدره الى الشيخ دوكوري. هناك لاعب مالي يعاني من اصابه. الحكم التونسي امير لوصيف يتدخل لايقاف. طبعا المدرب الوطني. هذه هجمه وفرصه للمنتخب المالي. توغل مراوغه 10 حذارين من القادمين من الخلف، ولكن الكره تجاوزت ربما الخط. الحكم كبيره ضاعت من او لم تصل الى المهاجمين. في الايسر بلال توري يتقدم، ياتيه مصاديو. الان تمريره لسعيد بالرحمه بلمسه فنيه وحيدره. المخالفه يرتكبها رياض محرز، يمرر على الجهه اليسرى. هذه عرضيه من بن عياده. فراد من رياض محرز يتقدم رياض، وتصويبه قويه جدا. المنتخب الجزائري كان قريبا من تسجيل الهدف الاول بانطلاقه رياض وبتصويبه محرز. الخطا الصافره التونسيه تعد في وسط الميدان. الانطلاق المنتخب المالي يحاول ان ياتيه الظهير الايسر. عرضيه جاءت بهذا الشكل جهتها اليمنى. حذر من هذه الفرصه الماليه. عرضيه جاءت على حد الان. الرايه مرفوعه وتسلل على المهاجم المالي. قلت رغم ذلك، رغم الفرص، هذه اعاده ثانيه. نعم البلال توري كان لتوبا. العرضيه من توبا جاءت والدفاع حد موجود. رميز مراوغه رياض اتجاه الرؤوس الراس المالي. وحذاري من هذه الانطلاقه من البلال توري داخل منطقه الجزاء. حسن الحظ الكره الى الركنيه. حذاري قلت من الجهه اليمنى جهه حسين بن عياد. الان لمسه هشام. هذا جانب من الجماهير الحاضره في هذا اللقاء. فرصه للتقدم. سعيد بن رحمه. هذه فرصه، تسديده قويه جدا فوق المرمى ممتازه. محاوله جيده من المنتخب الجزائري وبتصويبه سعيد بن رحمه ممتاز الذي تحول من الجهه اليسرى الى الجهه اليمنى. شوف الإعادة، هل لمسها سعيد ام لمسها ابو بكر؟ والدفاع المالي تغطيه رائعه تعود لتوبا، ولكن الدفع من احمد توبا ومخالفه. يوسف راسيه رميز. هذه فرصه للمنتخب الجزائري. ماذا هناك ركله جزاء؟ ركله جزاء في اخر انفاس الشوط الاول، بل في الوقت بدل الضائع. هناك لمسه يد على المدافع المالي بتسديده جاءت من توبا، وبالتالي رياض محرز شاخصه نحو شباك الحارس دياورا. فرصة المنتخب الجزائري للهدف الاول. رياض والهدف الاول لمصلحه المنتخب الوطني الجزائري في اخر انفاسه او في الوقت بدل الضائع. هنا تهتز مدرجات ملعب ميلود هدفي بوهران فرحه ورفقه بالتاكيد بهذا الهدف، حتى وان جاء متاخرا في هذا الشوط. وقعته السريعه مع نادي ويست هام. سجل الكثير عدد بكير محمد ويوسف الجريدي، ولكن لحستين وديتين هنا على ملعب الشهيد او على الملعب المركب الاولمبي. ميلود هدفي. كانت فرصه خطيره للمنتخب المالي من الجهه اليمنى. بعيد الكره على نيني او نيني دورغيلاس مهاجم ويستيرلو البلجيكي. هذه الكره كانت طويله في ظهر الدفاع الكره، ولكن الرايه مرفوعه معلنه عن ما تزال الكره للمنتخب المالي داخل منطقه الجزاء. فرصه خطيره لكريم عريبي. المنتخب الجزائري كان قريبا من تسجيل الهدف الثاني في المباراه. اللمسه والابداع دائما حاضرين من رياض محرز. لدينا غير الان بن سالم. هذه حدث للانطلاقه من فلاي. العرضيه جاءت والخطوره ما تزال مستمره. تصويبه هدف التعادل.
هدف تعادل بطريقة جميلة يأتي الآن. المنتخب المالي يدرك التعادل بكيفية جميلة وبالقدم اليسرى. مصيدو حيدر المدافع الايسر. اذا الرحمه نحتاج لمراوغات ومهارات سعيد بالرحمه. التصوير لاعب بالقدم اليمنى. لا معربي يترك مكانه لاسلام من نبيل بن طالب داخل منطقه الجزاء. العرضيه داخل منطقه الجزاء. حذاري فرصه للمنتخب المالي. لرياض محرز داخل منطقه على الجهه اليسرى. فرصه للمنتخب المالي. عوده مدريه الان طويلة إلى الأمام. هل تصل لرياض محرز؟ شوف ضاعت لبن عياد الآن. عرضية داخل منطقة الجزاء. رأسية يوسف لايلي في التنفيذ بالقائم.